يا مساء الخيرات، رمضان كريم. لو قررتي تفرزي وتوفري وقتك في رمضان ودي أول مرة يبقى الفيديو ده ليكي. هتعرفي الطريقة الصح والبسيطة للتفريز، كمان هقولك على تريكات هتسهل عليكي وقفتك في المطبخ وازاي تستفيدي صح من التفريز. كمان هقولك ايه هي الحاجات الأساسية اللي لازم تكون موجودة في الفريزر بتاعك. يلا بينا نبدأ وخليكي معايا لنهاية الفيديو. أول وأهم حاجة أساسية معاكي في الفريزر بتاعك هو البصل، لان احنا مش بنستغنى عنه ابدا في الطبيخ. هتفرزيه مرة واحدة بس في الشهر وهترتاحي بقية الشهر. وانا بفضل مع الثوم والبصل بالذات اني البس جوانتي لان ريحتهم بتثبت جامد في الايد. هتجيبي كمية البصل بتاعتك كلها وتبدأي تقشريها، ولو في منهم عايز يتغسل مطرح السواد اللي بيكون موجود في البصل ده تغسليه، وتحاولي تقطعيه صغير على قد ما تقدري بحيث انه يتفرم ناعم في الكبة بتاعتك. وعشان احافظ على المكان حواليا نضيف بجيب كيسة بقشر فيها جنبي كمية البصل كلها، وبعد ما بخلص بلم الكيسة ديت وبرميها في الباسكت، يعني لا بقشر على الرخامة نفسها ولا بقشر في الحوض. وكمان خطوة مهمة بحب اعملها بتفرق جدا في طعم البصل سواء في الطبيخ او في اي حاجة انا بستخدم فيها البصل، بقطع معاه فلفل وبضربه معاه، بيفرق جدا جدا في الطعم سواء فلفل بارد او حامي. هنا كده بقطع كمية الفلفل كلها وهحطها على البصل وهبدأ اخلطهم مع بعض واضربهم في الكبة. وبعدين هجيب كيس التخزين بتاع التلاجة وابدأ احط فيه الكمية اللي انا ضربتها. ويا ريت بعد ما تحطي كمية البصل ما تسيبيهاش مكلكعة وتحطي الكيس زي ما هو مكلكع كده جوه الفريزر، لا حاولي تفرديها على قد ما تقدري بحيث ان انتي لما تعوزي تاخدي اي كمية من الكيس ما تقدريش تستني لحد ما يفك عشان تقدري تاخدي منه الكمية اللي انتي عايزاها. لا، انتي هتطلعي الكيس هتقطمي كده حتة هتتقطم معاكي بمنتهى السهولة. كل ما كان الطبقة رقيقة كل ما قدرتي تاخدي منها الكمية اللي انت عايزاها، وفي ساعتها ترجعي بقية الكيس الفريزر تاني. خلصت الكمية كلها ونضفت الكبة كويس جدا بالبخاخ اللي انا عاملاه في البيت، وبعد كده دخلت على السمبوسة. زي ما انتوا شايفين انا السمبوسة بفردها كلها بعد ما بحشيها بفردها كلها على صينية واحط كيسة واحط الطبقة التانية من السمبوسة وادخلها الفريزر زي ما هي كده مفرودة، مش محطوطين فوق بعض، لازم يكونوا مفرودين لحد لما تتجمد، وبعد كده تقدري تحطيهم في اطباق فوق بعض عادي جدا. والسمبوسة بتطلع ساعة التحمير على طول، يعني ما تطلعيهاش من بدري تفك، تطلعيها تحطيها في الزيت على طول. تالت حاجة بتكون أساسية معايا هي الفاكهة، سواء هعملها هحتاجها في العصاير او هحتاجها لو هعمل فروت سلطة او هعمل مثلا زبادو. الفراولة دي أساسية جدا جدا، بتغسليها كويس جدا جدا وبعدين بتبدأي تشيلي العنقود بتاعها اللي فوق الأخضر وتقطعيها بالحجم اللي انتي محتاجاه سواء للفروت سلطة او للعصير حسب زي ما انتي عايزة، وبتحطيها في الأكياس بالشكل ده وبرضه بتبططيها عشان ما تاخدش مساحة كبيرة في الفريزر. اي فاكهة ممكن تحوليها كمان لصوص يستخدم مثلا مع الكنافة او حتى في غير رمضان مع التورت او الكيكات. فالفاكهة بصراحة وجودها في الفريزر اساسي جدا وليها استخدامات كتيرة. والمنظمات دي من الحاجات المهمة جدا بالنسبة لي في تنظيم الفريزر، بقيت بيها ببقى عارفة انا ايه الموجود عندي وايه كمياته بالظبط، ولما عاوز حاجة اسحب البوكس بتاعها من غير ما ابهدل نظام الفريزر نفسه. ودلوقتي هبدأ اقطع الجزر علشان البسلة، بعد ما غسلته هبدأ اقشره كله وبعدين اقطعه بحجم ما يكونش كبير، يستحسن يكون صغير عشان يكون مناسب لحجم البسلة. وهنا بنتي هي بدأت تساعدني في الجزر، فطبعا مش هقول لها لا، بس هعدل بعد كده على تقطيع الجزر بتاعها، هصغر الحجم بتاعه شوية عشان يكون مناسب للبسلة.
الأول أنا كنت باشتري الأكياس بتاعة الخضار اللي هي الفروزن، بس الحقيقة دلوقتي بقيت أحاول على قد ما أقدر طبعًا أعمل في البيت، لإن هي بتكون طبعًا كل ما الحاجة كانت فريش وأنتِ عاملاها في البيت بإيديكِ كل ما بيكون أفضل. وأنا الحقيقة ما باسلقش ولا باحط على النار غلوة ولا أي حاجة خالص، أنا باعبيهم في أكياس زي ما هُم كده، طبعًا بيكونوا مغسولين بس، باعبيهم في أكياس وباحطهم في الفريزر لأن أنا ما باقعدهمش عندي بالشهور، أنا الاستخدام بتاعي بيكون الشهر بشهره، فمش مستاهلة إن أنا أسلقه وأحطه في الفريزر عشان يتحط عندي فترة طويلة. وهنا برضو كنت مجهزة بقية الخضار، دي كوسة بس احنا مش بنحبها اللي هي الكوسة الطبيخي المتقطعة صغير، احنا بناكلها كوسة اللي هي القوارب اللي بيكون فيها لحمة مفرومة، فانا بقطعها بالشكل ده يعني زي بحفرها كده وبحطها زي ما هي كده في الفريزر. ومن الحاجات الأساسية معايا برضو في الفريزر هي الخضرة بتاعة المحشي، باجيب الخضرة كلها على بعضها اللي هو الكزبرة وبقدونس وشبت، وببدأ أقطعهم، باشيل العيدان اللي هي تكون تخينة وكبيرة باشيلها، وببدأ أقطعها رفيع. أنا باحب أغسل الخضرة قبل ما أقطعها، يعني هي الخضرة عندي دي خلاص مغسولة، بابدأ بعد كده أقطعها كلها على بعضها، وبعدين هابدأ أحطها في الأكياس. وتركاية مهمة جدًا، الخضرة لمّا بتيجي تستخدميها ما بتطلعيهاش قبلها وتسيبيها تفُك، بتطلعيها من الفريزر تستخدميها على طول، يعني لو تستخدميها في الحشو بتاع المحشي هتحطيها على طول على الرز والصلصة بتاعتِك، مش هتسيبيها تفُك. وأنا منزّلة على القناة فيديو قبل كده لطريقة تفريز الطماطم برضه متسبكة، لأن التسبيكة بتاعة المحشي أنا مش باحطها كلها مع بعضها، أنا باسيب الخضرة لوحدها والطماطم لوحدها والبصل لوحده، وبعدين في ساعتها باروح حاطاهم على النار مع بعض. ودلوقتي هابدأ أقسّمهم في الأكياس، كل كيس على قد المَرّة الواحدة، يعني أنتِ بتكوني عارفة في المَرّة بتاخدي قد إيه خضرة محشي، فبتحطيها في كيس. وهنا كنت باحاول على قد ما أقدر وأنا بابطّط الكيس أخرّج منه الهوا، عشان ده بيساعد أكتر على إن مدة صلاحية الحاجة في الفريزر تكون أطول. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وأتمنى تشاركوني رأيكم، ولو حسيتوا إن في حد هيهمه الفيديو ياريت تبعتوه له. وبرضه هاحطها في المنظم بتاعي وأدخلها الفريزر على طول. برضه من الحاجات الأساسية في رمضان هي البلح. البلح طبعا بياخد وقت في ان انتي تكسريه وانك يتبل ويتنقع في المية المغلية، فبحب اكسر منه كمية كبيرة في الاول واحطها كلها في كيس، بس انا مش بغسله، انا بغسله على حسب الكمية اللي بطلعها بروح غسلها في ساعتها على طول، لان انا لو غسلته هضطر استناه ينشف الاول وبعد كده اعبيه او احطه في اكياس واحطه في التلاجة. البلح مش بحطه في الفريزر، البلح بحطه في التلاجة بس، وبيقعد معاكي فترة طويلة جدا ما بيحصلوش اي حاجة. هنا خلصت خلاص الكمية كلها، حطيتها في كيس وهدخلها التلاجة. الكمية دي ممكن تقعد معايا يعني نص شهر رمضان، وقبل ما تخلص بس بكسر الكمية التانية.